كابتن عماد، شوف معايا هذا الرقم. أشرت قبل قليل إلى أن المنتخب التركي سدد 62 تسديدة على المرمى، وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق خلال مباراتين متتاليتين منذ أن بدأ عالم الإحصائيات في 1966. والمحصلة والمحصلة دون تسجيل. دون تسجيل. هذا المشكلة. أنا يعني هذه أرقام، ولكن نفس الشيء الأرقام اليوم أنا ما توصل لمكان إذا أنا ما أدل المرمى. إذا ما تسجل أكيد أن أنت في الأخير راح يسجل عليك في بعض المباريات، يعني أنت خسرت مباراتين. لكن في توفيق وسوء توفيق. مثلا الهدف اللي سجله ماتياس جالارز بعد دقيقة و4 ثواني أسرع هدف انتصار في تاريخ كرة القدم، محطم الرقم اللي سجله السيباري قبل قليل، يعني في هذه السهرة أمام منتخب اسكتلندا. وهذا في توفيق، وفي التوفيق موجود، لكن في تركيا ما في عدم توفيق. فهمت؟ فهني المقارنة أنت نفس الشيء، يعني منتخب البرغواي سجل هدف بدري، ولكن قدر كيف يحافظ على الهدف، عرف كيف يحافظ على الهدف. فهذا الهدف أعطاهم حافز كبير هم كلاعبين في أرضية الملعب على مستوى التنظيم، مستوى الحفاظ على الهدف. هذا شيء إيجابي. ولكن إذا أنت تستحوذ، نسبة استحواذك أنت اليوم أمين بنسبة استحواذك 70% في المباراة، ولكن إذا أنا ما أسجل أكيد أن أنا في الأخير المحصلة صفر بالنسبة لي. أنا اليوم طلعت من بطولة كبيرة، بطولة كأس العالم، والسبب ضياع الفرص اللي أهدرتها أنا في المباراتين. فلذلك أنا أشوف أنه اليوم أنا كفريق دائما محتاج المهاجم القناص. فنتكلم احنا كنا تحت الهواء، نتكلم يعني بعيد عن الاستوديو، نشوف المنتخب تركيا منتخب عنده جودة لاعبين في وسط الملعب، عنده مدافعين، بس ما عنده الهداف. فإذا أنا ما عندي الهداف أمين، أنا شو أستفيد؟ أنا خليني أنا أستحوذ 80% أو 90% في المباراة، ولكن في الأخير المحصلة صفر، ما أسجل. ولكن المنتخب التركي جاته فرص محققة، يعني سوء توفيق غريب جدا يعني في المباراة، في كورتين أعتقد في العارضة، وكرة اللي في الدقيقة 88 لو تسجلت كان الأمل كان راح يكون موجود. نعم. في الأخير عدم توفيق موجود، الحظ ما حالف منتخب تركيا، يعني رغم الاستحواذ ورغم الأسماء الموجودة ورغم يعني المجهود الكبير اللي بذلوه اللاعبين، ولكن دائما في الثلث الهجومي إذا ما عندك المهاجم القناص، فأكيد أنت في الأخير راح تكون المحصلة بالنسبة لك أنت صفر. بعد أن استمعنا لتصريح مدرب منتخب باراغواي بعد هذا الانتصار، دعونا وإياكم نتابع الآن ترتيب هذه المجموعة بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الثانية. أمامكم الولايات المتحدة متصدرة ب6 نقاط من انتصارين متتاليين، أستراليا وباراغواي ب3 نقاط، وتركيا ب0 نقطة، وكما أشرنا ودعت البطولة بشكل رسمي. نتحول إلى مباراة المنتخب المغربي الذي حقق بدوره الانتصار الأول بهدف دون مقابل أمام منتخب اسكتلندا. كابتن، من تابع المباراة؟ عماد والله عبد العزيز، المنتخب المغربي أدى جيدا، هدف جميل السيباري، لكن هناك من يعتبر أنه يلعب بالنار، لأنه في المباراة الأولى من البرازيل تقدم وجاته فرص لقتل المباراة مثل ما حدث اليوم، لكن أضاعها. اليوم كذلك كان يمكن أن يعود المنتخب الاسكتلندي. أمين، أهم شيء أن المحصلة، يعني هي أهم شيء نتيجة المباراة، يعني المجهود الكبير اللي قام فيه المنتخب المغربي ولاعبين المنتخب المغربي. المباراة الأولى مع البرازيل ترى من الصعب أنك تشوف أنت الثبات مثلا في المستوى من مباراة لمباراة، أنت مجهود كبير قدموه لاعبين المنتخب المغربي. فهذه المباراة الثانية للمنتخب المغربي الأهم أن أحصل نتيجة المباراة بغض النظر عن الأداء. يمكن الأداء ما كان بنفس الأداء اللي كان في المباراة الأولى، ولكن دائما ثقافة الفوز لازم تكون موجودة. أمين، ثقافة الفوز، والمنتخب المغربي أعتقد أنه أخذ الأهم من هذه المباراة. كلمة عن مباراة البرازيل، كان من المفروض الفوز بأكثر من ثلاثية برأيك أمام هايتي؟ هو لما تشوف الشوط الأول ينتهي 3-0، الشوط الثاني ولا هدف، في وجود التخم الكبير هذا من المهاجمين معناتها، وكذلك معناتها فينيسيوس متألق، كونيا معناتها حسب رأيي زاد اختيار صائب للمدرب. ظهر لي خرجوا بتفوق، وكذلك خسروا لاعب مهم جدا أظن لكونه رافينيا
أصيب في المباراة هذه وثم احتمالية إصابة عرضية. نيمار يعود في المباراة الثالثة، يشتغل عن بعد الآن. نيمار هل باش يكون معناتها ورقة رابحة؟ ما أظنش اللي يكونوا في أدوار متقدمة صعب باش يكون ورقة رابحة في ظل هذه السرعات وهذا التحولات السريعة بدرجة كبيرة جدا. لما تكون جاهز على المستوى البدني أنا حسب رأيي إشكال كبير، لكن يبقى لاعب معناتها لاعب موهوب، لاعب مهاري، ينجم على كرة ثابتة، ينجم على محاورة، ينجم يسجل، نعم. يعمل الفارق في أي توقيت. كابتن عبد العزيز لديك ما تضيفه ونقفل المحضر؟ خلاص يأشر لي من ذيك شيء، يأشر لي 9 الصبح خلاص. لا يمكن إلا أن يكون سعيدا بهذا الهدف الذي منح منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة وأبقاه في سباق التأهل عن هذه المجموعة الصعبة. تحدثنا وبدأت كابتن حديثك في هذا الاستوديو عن أرقام المنتخب الباراغواياني في فارق الأهداف ومتوسط الاستحواذ في التصفيات، كذلك كان أقل المنتخبات المتأهلة استحواذا في منطقة أمريكا الجنوبية، وكأنه مرتاح أن يلعب بدون كرة ومتعود. وتركيا كانت في متناول اليد بالنظر إلى رغبتها دائما في الاستحواذ والضغط. واللي يعجبني في أي مدرب خصوصا مدرب باراغواي الفارو بأنه عندما تلعب على مصدر قوتك، على العناصر التي تعطيك النتيجة في نهاية الأمر، ومن مصادر قوة هذا الفريق بأنه لا يستحوذ على الكرة، هو يضغط في مواقف، مع هذا الضغط مع إمكانيات بعض اللاعبين يتحول بشكل سريع للغاية إلى المرمى. الهدف الذي أتى بعد قطع الكرة 3 إلى 4 ثواني الكرة في المرمى، هذا مثال رائع على عمليات التحول، كيف تتحول بشكل سريع للغاية. لا يوجد أي فريق بإمكانه أن ينظم صفوفه في 3-4 ثواني. استغل حالة الارتباك الموجودة من الضغط اللي كان موجود من لاعبي باراغواي، بالتالي استفاد من هذه النقطة بتسجيل الهدف و3 نقاط. أعتقد أن 3 نقاط ثمينة بشكل كبير قد تؤهل حتى وإن خسر المباراة القادمة كأفضل ثالث، لأن 3 نقاط تقريبا تقربك إلى التأهل إلى الدور القادم. ولا يمكن أن تبالغ بأسلوب لعبك، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تتحفظ أكثر من اللازم. ما رأيته في مباراة اليوم توازن واضح في عمليات، متى يتراجع متى يتقدم. بكل تأكيد الشوط الثاني كان يعني النتيجة الطبيعية بأنك تتراجع إلى منطقة عميقة من الملعب، كون عندك لاعبين أقوياء في عمليات العرضيات ودفاع محكم بسبب عمليات النقص. فكان من الطبيعي بأن المنتخب التركي هو من يستحوذ، هو من يحاول، هو من يصنع فرص. سوء حظ، نعم نتفق، سوء حظ لمنتخب تركيا، لكن في نفس الأمر خرج بالكثير من 10 لاعبين في الشوط الثاني، وهو يحسب للمدرب تحفيز اللاعبين ذهنيا، محاولة تنظيم صفوف الفريق، وفي نفس الأمر محاولة استغلال الفرص القليلة التي أتت في الشوط الثاني، وكان قريب أيضا من تسجيل الثاني. لذلك عمل رائع. أعتقد أن المنتخب الباراغواي مع بعض النقاط من الممكن أن يتحسن أيضا في المباراة القادمة، ولديه الأسماء خصوصا انسيستيو في عملية الصناعة، من اللمس الواحد قادر أن يصنع حجمه ممتازة، ولاعب لثاني مباراة على التوالي يصنع هدف لمصلحة باراغواي، ويعتبر أصغر لاعب يقوم بصناعة أو يشارك في مساهمة بهدفين في بطولة كأس العالم لمنتخب باراغواي. كلها أرقام ممتازة لمنتخب باراغواي، استغل فيها نقاط ضعف فريق قوي جدا للغاية، فرص كثيرة، لكن آمن حتى النهاية، وفي النهاية 3 نقاط ثمينة للغاية. الهدف عبد العزيز اللي تسجل هو أعطاهم حافز كبير، حماس، زاد من مستوى الحماس مع اللاعبين. يعني لو لاحظنا احنا رغبة اللاعبين في الملعب كانت قوية، حتى في الالتحامات لاعب مع لاعب كان يتفوق لاعب البرغواي على اللاعب التركي بشكل كبير. يمكن احنا كنا نتفق ان المنتخب تركيا كان هو الاكثر استحواذ، لكن في التنظيم والشراسة الدفاعية اعتقد المنتخب البرغواي كان افضل. يعني صحيح ان جات فرص في الشوط الثاني، فرص محققة، يعني شوف أنا مثل هذه الفرصة عند الخيارات والزوايا مفتوحة،
فاذا هذه الفرصه ضاعت اعتقد ان المنتخب التركي لو لعب 10 مباريات قدام ما راح يسجل، وهذا ما احسسنا به. لان هذا الفرص مثل هذه الفرص اللي شاهدناها هذه فرص ما تضيع. هذا لو واحد مبتدئ يسجلها لان المرمى امامك انت، والله العظيم. شاهدنا صور المشجعين قبل هذه المباراة في مناطق مختلفة للمشجعين في تركيا في أنطاليا، تتخيلون كيف ستكون حالة الأتراك طبيعة الحال. لذلك سنتحول من منطقة المشجعين في اسطنبول مراسل قنوات بين سبورتس. ماجد درويش شكرا جزيلا لك. طبيعة الحال سوء حظ سوء توفيق حزن بادي في التصريحات على من حاورهم ماجد، والعكس صحيح بطبيعة الحال عند الجماهير الباراغوايانية التي ستكون سعيدة ومفتخرة بمنتخب بلادها الذي حقق الانتصار الأول وبهذه الطريقة وبعد هذه المعاناة. دعونا مشاهدينا نستمتع وإياكم بهذه الأجواء بعد تحقيق باراغواي لهذا الانتصار، وانتهت بفوز منتخب باراغواي ضمانه ل3 نقاط قد تكون مفيدة في التأهل كأفضل ثالث حتى وإن لم يفز في المباراة الثالثة، بينما المنتخب التركي غادر المسابقة من الباب الضيق. فاصل مشاهدينا ونعود لنواصل. أهلا بكم من جديد. تركيا تغادر المونديال كثاني المنتخبات المغادرة بعد هايتي في مجموعة المغرب وكذلك البرازيل واسكتلندا. كابتن، صحيح تركيا تتوفر على لاعبين مميزين وعلى أجيال بطبيعة الحال من اللاعبين الذين ينشطون في أكبر الدوريات، لكن في الحصيلة هذه مشاركتها الثالثة. اليوم خسرت 7 من أصل 14 مباراة لعبتها في المونديال. هل يمكن الحديث عن افتقار المنتخب وافتقار كل هذه الأجيال السابقة إلى خبرة مونديالية جعلتهم اليوم لا يقفون في وقت كان يجب أن ينهضوا؟ هو أول حاجة معناتها وجودهم في قارة أوروبا معناتها حسب رأيي يصعب المأمورية متاعهم نظرا لكون ممكن توا الفترة الأخيرة معناتها الكأس العالم هذه الأخيرة ولات 48 ممكن تتاح لهم فرصة في بعض الأحيان معناتها التواجد في كأس العالم، لكن المنافسة شرسة وعديد من المنتخبات معناتها أنت كي تشوف المنتخب الإيطالي معناتها غير موجود، ممكن النسخة الثانية أو النسخة الثالثة على التوالي غير موجود، واحد من أقوى المنتخبات على مستوى الحروز، ثاني أكثر متوج، ثاني متوج بالألقاب على مستوى كأس العالم معناتها ظهر لكونه ثم منتخبات قوية ومنتخبات متطورة في أوروبا. ما يعاب على المنتخب التركي أنا حسب رأيي معناتها مر بجانب الحدث معناتها بعد 24 سنة معناتها من المفروض بطولة متطورة. الدوري التركي دوري قوي لاعبين ممتازين، لكن كيفية إدارة معناتها المباريات كيفية التصرف في المباريات معناتها كانت بنفس الشكل. معناتها هما لو اصطدموا بأمريكا وانهزموا مع أمريكا ممكن تلقى مبررات بما يمتلكه المنتخب الأمريكي من لاعبين مميزين كذلك معناتها من حلول على المستوى الهجومي. الإشكال في المنتخب التركي أنا حسب رأيي معناتها لعب مع بين ظفرين الأضعف في البطولة، لكن لم يجد الحلول على المستوى الهجومي، لم يجد اللعب. هذه النقطة كابتن، في المباراتين فشلت في التأهل أو في التسجيل بعد 62 تسديدة. هل افتقاد المهاجم الفذ الكلاسيكي صاحب القامة الطويلة والكرات الهوائية الجيدة جزء كبير في هذا الفشل برأيك؟ أنا بالنسبة لي معناتها اللاعب الطويل واللاعب معناتها اللي يحذق الكرات العرضية معناتها إذا كان ما يعرفش يلعب برجليه إشكال. معناتها في بعض الأحيان باش تواجه بعض المدافعين اللي على مستوى العرضيات كما اليوم معناتها العرضيات كانت تفوق كلي للمنتخب نتاع الباراغواي. افتقد نوعا ما من نسميوها الايماجيناسيون معناتها الخلق، الكرياتيفيتي، الخلق، الابداع. بالرغم امتلاك وسط ميدان فيه لاعبين 2 يلعبوا في أندية على مستوى كبير انتر ميلان وريال مدريد، لكن ما ثماش خلق
معناتها ثم روتين، ثم كلاسيكيه في جل الهجمات نتاع المنتخب التركي على مستوى زاد كذلك معناتها المحاورات. ما شفناش لاعبين اتراك ممكن الجهه اليمنى يلدز، الجهه اليسرى معناتها يلدز في بعض الفترات يمر، لكن يمر زاد بصعوبه ويمر ويرجع، يعني لا يذهب الى العمق، بخلاف اللي كونه يعاود يرجع معناتها يمر ويكون الخصم متمركز ولا في وضعيات معناتها نتاع تفوق عددي داخل الصندوق. هذا زاد اشكال كبير. جل اللاعبين الاتراك وخصوصا وسط الميدان في معظم الاوقات لما ياخذوا الكوره معناتها ما ثماش واحد ضد واحد او تفوق او كوره معناتها عموديه تفسخ خط كامل. هذا ما شفناش في المباراة. دائما مجبورين يا يرجعوا للخلف يا يهاجموا بظهرها من المرمى نتاع الخصم، يا يعطيو كرات معناتها كأنك في كرة اليد معناتها كرات عرضية ما عندها حتى جدوى. الأشياء اللي صارت مرور نتاع الأطراف، مودلر معناتها كان لم يكن سيء على الجهة اليمنى كظهير، مرور يلدز في بعض الأحيان ما شفناش معناتها نوع من الخلق اللي معروف به اللاعب التركي ولا نشوفوه في الدوري التركي. حسب رأيي أنا واحد من الناس مصدوم لخروج المنتخب هذا. معناتها كنا نطمح لكون المنتخب التركي يكون موجود في مراتب متقدمة، ليس الخروج معناتها كثاني منتخب يخرج على 48 ثاني منتخب يغادر كأس العالم معناتها غير معقول. هو كابتن مصدوم. أعتقد الدوري التركي العاشر في أوروبا من أقوى الدوريات إذا ما خاب ظني يعني. فأنا الغريب يعني أن أغلب اللاعبين اللي يحترفوا في أوروبا محترفين في أوروبا يعني في الدوري التركي قوي يعني معقولة يعني على قوة وأسماء يعني الأسماء الموجودة في المنتخب التركي ما قادرين إنهم يعني يحصلوا مهاجم هداف صحيح. اللي يخلص الكرات في الثلث الهجومي. بوراك يلمز قبل سنوات كان وضياع الفرص يتوفر على إمكانيات ما يحتاجه، وضياع الفرص. أمين ضياع الفرص يعني فرصة أوزمو دقيقة 88 هذه فرصة من الفرص ما تضيع غير الفرص اللي شفناها اليوم في المباراة، فرص حقيقية صحيح. غريب. سامي مصدوم، فما بالك بمونتيلا مدرب المنتخب التركي. كل الشكر لكم جميعا. كابتن عبد العزيز السليطي شكرا جزيلا. سامي طرابلسي شكرا. عماد الحسني عندك استديو قادم ان شاء الله حاضرين مع بعض. وصلنا الى نهايه هذا الاستوديو، هذه تحياتي وتحيه طاقم العمل، الى اللقاء.